تنظيف الطاسة اللي مليانة دهون بنفس الشكل ده كده، سواء حلة أو طاسة بنفس الشكل ده كده، طبعا بتاخد مجهود كبير ومجهود جبار. هنعملها إن شاء الله وننضفها زي ما انتوا شايفين كده في الصورة التانية، اللهم بارك، نضفت معانا وراحت زي العسل، وأنضف من الأول كمان اللهم بارك، وما بقاش عليها أي دهون خالص. كل الشغل ده كده هنشتغله بمكونات موجودة في البيت، ومش هنهلك فلوس كتير أو هنشتغلش بأي حاجة صعبة عليكي، والدنيا إن شاء الله تبقى سهلة، مش هتاخد معانا وقت خالص. كل الموضوع حوالي ربع ساعة ولا نص ساعة بالكتير، هتنضف معاكي وتروح زي العسل كده. بس تعالوا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله واصحابك اجمعين. هنشتغل بالمواد دي. عندنا هنا طماطم، انا عارفه ان الطماطم ممكن تكون غاليه في اوقات، واوقات تكون رخيصه. في اي وقت منهم وانت بتشتري الخضار هتشتري من البياع اللي انت بتشتري منه، بيبقى عنده طماطم بايظه زي كده، بتشتري منه كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، وهاتيه ونشتغل بيه. تمام كده. سواء انت عندك طماطم وطلعتي البايظ منها التلف زي كده، بدل مثلا ما ترميها له طيور، لو ما عندكش طيور اعمليها بنفس الشكل. اخدنا كميه كده في الخلاط وهنبدا نخلطهم كويس او في الكبه، المهم ان احنا نفرمهم كويس قوي، وبعد كده هنكمل شغل بيهم. في المرحله دي انا لو ما عنديش طماطم بايظه، لان احنا قلنا هنشتغل بحاجات بايظه في البيت ومكونات موجوده في البيت، تمام كده، وتلفه كمان ممكن ان احنا نكون بنرميها للطيور او حاجه. في المرحله دي البديل الطماطم عندي، لو مثلا ليمون بايظ بنفس الشكل، عندي تفاح بايظ بنفس الشكل، تمام كده. التلاته بيعملوا نفس النتيجه وبيجيبوا نفس المجهود، يعني بيجيبوا نفس النتيجه في النظافه. بعد ما خلطتهم كويس قوي هبدا اصفيهم علشان خاطر ما يكونش فيهم طفل، يعني قشر كبير، عشان بس ما يبقاش عائق ليا في التنظيف، تمام كده. وبرده لو عندك برتقان بايظ في اي موسم من المواسم، يعني سواء طماطم بايظه او تفاح بايظ او ليمون بايظ او برتقان بايظ، بنفس الشكل ده كده. طبعا البرتقان والليمون هنسلقه ونفرمه في الخلاط نفس الشكل. اما التفاح هتهرسيه بنفس الطريقه كده، تمام. فخلطناهم كويس قوي وصفناهم، وهاجي اخد بقى كميه صغنونه هنا حوالي كوبايه واحده كده او كوبايه ونص، هبدا اكمل عليهم المواد بتاعتي، تمام. هنا بقى عندي معلقتين من البيكربوناتو ومعلقتين من الملح الليموني، وعندي هنا كمان الصودا الكاويه. الصودا الكاويه دي اللي هي البوتاص او الديبيشار او المسلك المجاري، ليها اسماء كتيره، تمام. في منها السايله وفي منها القشور زي كده، اللي موجوده عندك استخدميها. هاخد بس معلقتين او معلقتين ونص كده، تمام. دي قشور بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هاخد منها معلقتين بس من معلقه الاكل العاديه خالص، وهبدا ادوبهم كويس الاول. هما جو حوالي معلقتين ونص او 3، تمام. هضربهم كويس قوي لغايه ما يدوبوا معايا. طبعا هيدوني سمك تخين شويه في الطماطم عندي او في المعجون اللي انا هستخدمه يعني. طبعا بيبقى فيها سخونيه شويه، فخلوا بالكم، والشوائب بتاعتها بتبقى حاره علينا شويه. هو اصلا المفروض في الاول خالص انا كنت شغاله بالليل، والمفروض كنت انا لبست جواندي من الاول علشان الشغل اللي جاي. لو متوفر عندك الجواندي البسيه قبل ما تشتغلي في اي حاجه، لان انا بصراحه كان بالليل والصيدليه قافله وما كانش متوفر ان انا اطلع اجيب جواندي. حطيت معلقتين الملح الليمون ومعلقتين البيكربوناتو، وعندي شويه بريل. الازازه دي كانت عندنا بصراحه من زمان قبل المقاطعات والحاجات دي كلها، ماشي. ده بريل بقى احنا بنشتريه من المصنع اللي جنبنا، وبنعبيه في الازايز دي، بنبدا ندعك بيه، بيكون سهل شويه يعني استخدامه، بدل ما الازازه الكبيره تتدلق، وبنغسلها تاني ونحط فيها تاني. هبقى اعمل لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله الصابون السائل نفس الشكل ده كده، اللهم بارك، احلى من البريل بتاع المحلات. بس هضربهم بقى كويس كده، كوبايه من اي نوع صابون سائل عندك، تمام. هحط بقى هنا معلقتين من الخل علشان خاطر الصودا الكاويه اللي انا حطيتها ما تضرنيش وانا بشتغل، وهم دول اللي انا خلاني اشتغلت من غير جلافز خالص او حاجه في ايدي يعني. بس دول بقى الباقيين كده هضيف دول على دول. هحط هنا بقى معلقتين من النشا الاول. النشا ده مش متوفر عندك هاتي دقيق، بس احنا بنحط النشا علشان تحفظ ايدينا، وايدينا ما تنضرش من الحاجات اللي احنا حطيناها، المواد اللي احنا حطيناها في الخليط اللي عندنا. بس هدوب النشا كويس قوي علشان تديني سمك ماسك شويه في اللي عندي دي. وده هخلطهم على بعضيهم وهاخد كميه اشتغل بيها في الصينيه والطاسه عندي. اما الباقي هحطهم في ازازه واشيلهم. يبقى انا كده عندي معجون للتنظيف، اللهم بارك. في اي وقت اي دهون عندي او اي حلل الومنيا، تيفال، استانلس، بلاستيك، اي نوع هشتغل فيه من الخلطه دي هينضفها لي. يعني مثلا لو انت عندك الرخامه مبهدله، البوتاجاز، الزراير بتاعه البوتاجاز، حوامل البوتاجاز، اي حاجه اشتغلي بيها بالحاجات دي. يعني هتدهنيها وتسيبيها حوالي نص ساعه كده، هتلاقيها ما شاء الله نضفت. ضفت كل الكميه على بعضيها بنفس الشكل، وهاخد كميه للمقدار اللي انا هشتغل بيه، والباقي هحطه في ازازه او في جيركن كبير، بحيث ان هو
ابقى يعني لما الصودا بتاعته تطير منه شويه هبدا اعبيه في الازازه علشان ما تهريش الازازه، او برطمان عندك فاضي ماشي. بس وقت ما احتاجه بقى هاخده وازود عليه زي ما هنشتغل دلوقتي. الاضافات اللي انت هتزوديها دلوقتي، شايفه البطاطس خلاها ما شاء الله اداني سمك تخين وحلو. بس كده هاخد بقى كميه صغنونه على قدي واخدها في الطبق الكبير علشان اقدر ان انا انزل فيه الحله. يعني أنا بعد ما اشتغل في ده هبدا اكمل في الطبق الكبير علشان الحله تقدر تشتغل معايا، يكون واسع ليها. او مثلا انت صينيه قديمه او اروانه قديمه او طبق بلاستيك كبير، تمام، هتشتغلي في الشغل اللي جاي. بس كده نزلت بقى بشويه من الميه الطماطم اللي موجوده عندي، او ميه الليمون اللي انا سلقت فيها، او ميه البرتقال اللي انا سلقته فيها، تمام، برضو من الحمضيات اللي هي موجوده فيها. بس كده رققتها شويه علشان بحيث ان انا لو انا دهنت بيها الحله الالومنيا بتاعتي او الطاسه الاستانلس او الالومنيا او التيفال او اي نوع، تبدا تديني سمك طري شويه بحيث ان هي تنضف، ما تكونش تخينه يعني وتقع الكتل من عليها وما تعرفش ان هي تنضف فيها. هدهن بقى كله كويس قوي كده. وخلي بالك في المرحله دي ضروري بالله عليكم البسوا جواندي علشان خاطر ايديكم ما تتحسسي ولا تنضر. ايوه حطينا معلقتين من الخل بس برضو للامانه وللضروره. خلوا بالكم علشان في ناس عندها حساسيه في الجلد، فممكن لا قدر الله تنضر من الجوز معالق الصودا او الثلاثه اللي احنا حطيناهم. طبعا احنا خلطناهم على الكميه كلها بس برضو ما تضمنيش الظروف ماشي. بس كده هبدا ان انا بقى ادهن كله كده زي ما انتم شايفين. الطاسه والحله عندنا اللهم بارك يعني عليهم كميه دهون كتيره، وانا خليتهم علشان خاطر اوريكم ان الخلطه دي ما شاء الله اللهم بارك من حاجات بنرميها في البيت، ما استخدمناش حاجات كتيره وما شاء الله جابت نتيجه حلوه. الناس اللي هتقول بقى كنا رميناهم واشترينا بدلهم حلتين، يا ستي احنا بنعمل بس وصفه للي عايز يعمل. شايفه ما شاء الله اللهم بارك، يا دوبنا حطيناهم ما كملوش دقيقتين لسه بعدل في الحاجه واللهم بارك اكلت كل الدهون اللي موجوده عليها. تمام تمام. هسيبهم بقى كده. انا ده شغلي بالليل، بحب زي ما انتوا عارفين الصابون القطع او الصابون السائل او الحاجات دي كلها بحب اشتغل منها بالليل. تمام كده. المهم ان انا هكمل معاكي لغايه الاخر في التنظيف، بس كل شويه بقلبها شويه بزود عليها. لو انا لقيت الحاجه تخنت قوي، المعجون بتاعها تخن شويه، بجيب مثلا شويه ميه او شويه خل واحط عليها علشان ايديكي، وببدا اكمل بنفس الشكل كده. تمام. بدهنها مثلا واروح مثلا لو ورايا مصلحه تانية اعملها، هدعك شويه مواعين، هروق مطبخ، هشوف مصلحه ورايا وبرجع تاني اقلبها على الناحيه التانية. المهم ان انا كل شويه بقلبها سواء على وشها من هنا او على وشها من هنا لغايه ما تنضف معايا وتبقى زي الفل زي ما هتشوفوا. وما شاء الله الخلطه بتاعتنا هتخلي ألمونيتها بيضه وزي العسل. تمام تمام. احنا كده يعتبر ما هتحكيش كتير ولا دعك ولا حك ولا الكلام ده كله، هي هتنضف معانا. بس هو اللي عليكي كل شويه تيجي تدهنيها بنفس الشكل. فضلت تطقطق كل الدهون كل الدهون اللي حواليها فضلت تطقطق فيها لغايه ما وصلت للمرحله دي. كل شويه بقلبها، شايفه الميه عندها اسودت خالص اللي تحتيها وما شاء الله طقطقت كل اللي عليها. المفروض برضو في المرحله دي تكوني لابسه جواندي علشان ايديكي. هبدا بقى انزل كل الكلام ده كله عشان اوريكي بس هي وصلت لمرحله ايه لوحديها، من غير ما ندعك ولا حك ولا اي حاجه خالص. في المرحله دي انت مستعجله، هاتي سكينه وحكي كل اللي موجود ده هيتحكم معاك على طول، او معلقه. انت بقى فاضيه وكده. بس طبعا احنا مش هنخليها فتره طويله. يعني انا قبل ما انام دعكتها، ما سبتهاش في الصودا الكوي علشان ما تاكلهاش وتخرمها لا قدر الله. تمام. يعني انا بطل عليها اهي، شايفه الميه عندي وصلت لمرحله ايه، بقت يعني هباب خالص وطينه خالص من اللي نازل عليها. بخمر برضو فيها الحله لغايه ما تبدا تطقطق لي بقيه الكميه دي كلها. بس هو اللي عليا باجي ادوب فيها واقلب فيها نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بحطها على جنب كده، اجي الاقيها طقطق ووقع منها الاسمر، اديرها على جنب تاني، اديرها على جنب تاني، اديرها على القاع من بره على قلبها من جوه كده، فاهمين اهو. وزي ما قلت لكم الصودا راحت عندنا بطلت من شويه الخل اللي احنا حطيناهم. بس الحله عندي ما شاء الله اللهم بارك ادت ببياض وجميل. وطبعا كان الاول كان ليها شكل تاني خالص. هكمل برضو بنفس الشكل كده واسيبها لغايه حوالي مثلا حوالي 10 دقايق كمان ولا حاجه. واجي بقى بحيث ان انا مستعجله زي ما قلت لكم، هتبداي سكينه تحكي كل اللي باقي ده. عندك سلكه اللي هي ستانلس على النظام ده كده، لو انت حكيتيها بالسلكه الستانلس هتروح زي الفل. في مكون تاني بقى هنشتغل بيه علشان ينعم لنا الحله لو هي لا قدر الله يعني حرشه شويه او خشنه شويه او فيها دهون ما راحتش منها. الحاجه اللي احنا هنشتغل بيها مع السلكه دي هتخليها لك زي الفل او بتبرق وفي زي الفل. تمام اهو.
هدهن بس دهنه كمان واسيبها حوالي نص ساعه علشان تكمل بس بقيه التقطيع. يعني هي خدت كل الموضوع، ما خدتش ساعه تخمير اهي. بس بصراحه كل شويه بروح وادير فيها كده وكده اهي. ما شاء الله اللهم بارك، كده يعتبر الدنيا نضفت وتمام. هنوصل ليه بقى؟ هنوصل ان احنا ندعكها علشان خاطر تنضف معانا وما يكونش فيها اللون الرصاصي اللي هو موجود فيها ده، او لا قدر الله لو بقعه ولا حاجه مكان الصودا هنبدا ندعكها. وانا والله شغاله فيها، بعمل فيها اكل وكل حاجه، علشان الناس اللي هتقول ايه ده هي مثلا باظت او خرمت او عملت، والله ابدا. ولو الوصفه مش حقيقيه ومش حلوه انا مش هنزلها لكم. ودي للناس اللي هتسأل، تنفع للألمونيا، للستانلس، للتيفال، للبلاستيك. حتى لو عندك مصافي بلاستيك وعملتي نفس الخلطة وحطيتي فيها المصفى نص ساعة ولا 10 دقايق هتشيل المصفى اللهم بارك. مش عايزة تدعك، اشطفيها بس. تمام. هشيل بقى كل المواد دي كده واركنها على جنب، واجيب بقى الحاجة اللي انا هدعك بيها علشان اكمل بقية التنظيف، وفي الوقت نفسه انعم الحلة معايا. تمام كده. عندي نوعين من السلك، السلك الاستانلس العادي ده او الالومنيا، ومعايا السلكه العاديه خالص اللي احنا بنشتغل بيها في البيت العادي، ومعايا قطعه الصابون دي اللي احنا بنعملها مع بعضينا، الصابون القطع او الصابون الصلب او الصابون البلدي اللي هو بنعمله من الزيت القديم المستعمل. هبري كده الاول على السلكه الحرشه وادعك بيها الاول بميه والصابونه والسلكه بس. ليه بقى؟ هودي كل الحاجه الحرشه اللي هي عملت لي في الصينيه، او مثلا حته دهون حرشه شويه ما جاتش معايا في الطقطقه اللي هي وقعت في المعجون بتاعنا، وهبدا انعم بيها بقى بالسلكه التانية. تمام كده فهمتوني؟ يعني انا الاول هاخد بالسلكه الحرشه دي الاول، ودي ضروري ضروري ضروري. ليه بقى؟ علشان السلكه التانية ما تقعديش تحكي بيها كتير. دي ما شاء الله اللهم بارك عامله زي ايه؟ شفتي السكينه لما بتكحتي الحاجه الباقيه او تحكي الحاجه الباقيه؟ هي نفس الشغل. هتشتغل وظيفتين السلكه الاستانلس دي او السلكه الالومنيا دي، هتشتغل وظيفتين. الوظيفه الاولى الصابون هيساعد معاها في توديه الزرقان اللي في الطاسه او الحله، والمرحله التانية هتعين لي كل الدهون اللي باقيه. تمام كده، كأنها سكينة بتحك او اي حاجة معلقة او حاجة بتحك. ماشي. بس كده عينت الحاجة الحرشة الاول، هشطفها شطفة بسيطة واسيبها. بعد كده هلمعها بقى بالسلكة اللي هي العادية خالص دي اللي احنا بنجيبها للمواعين العادية. هبري برضو من نفس ذات الصابونة برضو، وهتلاقوني حاطه لكم فيديو فيه تعليق مثبت للصابون القطع ده، اللهم بارك تحفة، ويصبن معاكي بعد ساعتين، ومفيش دقيق ومفيش نشا ولا بتضيفي اي حاجة غير المواد اللي احنا بنستخدمه بيها بس. تمام كده. شايفه الدعيك انا جايبالك من الاول، معلش انا اسفه للمنظر بس علشان المصداقيه، علشان ما حدش يقول لا اصل انت دعكتي هناك وجبت صينيه غيرها وجبت حله غيرها. لا، انا مخليه كل حاجه قدامكم، وعلى راي المثل اللي بيقول قدامك يا تاجر على عينك. تمام كده. بس بدعك بقى حلو كويس، وبدوس بايدي دوسه كويسه كده علشان انعم الصينيه عندي، عشان تديني نعومه وتبقى حلوه. حتى جيت شطفتها قدامكم اهو، بلاش الحوض برضو علشان الاضاءه هناك مش قوي، لاحسن تشككوا فيها ولا حاجه اهي. ما شاء الله. ها، لايك بقى حلو منكم بالله عليكم للفيديو، علشان بس الفيديوهات ساقطه قوي. خلي الفيديو يرفع كده وغيرك يستفاد وانت تستفادي وانا كمان استفاد. تمام. برضو نفس ذات الصابونه ونفس ذات السلكه، وبنبدا برضو نجيب الحله. طبعا انا بعد ما اخلص معاكم هنا هروح على الحوض امرشها مرشه كويسه، وهوريكم برضو كل حاجه. تمام اهي. شايفه اول ما بتدوسي بالسلكه الاستانلس بتوديلك كل حاجه. لو في مثلا كميه دهون بسيطه باقيه، لو في اي حاجه بتبدا توديها معاكي، مش بتخلي خالص اي حاجه. السلكه دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، يعني بجد اللي صنعها واللي اخترعها بجد بجد جزاه الله خير. حاجات كتيره كده في المطابخ اتعملت جديد، زي الاسباتولا، زي الحاجات دي ما شاء الله اللهم بارك، بتعمل انجاز بصراحه مع ست البيت. السلكه دي بجد عامله زي اللي يكون ايه، واحده بتساعدك في المصالح بتاعه البيت والدعيك والحاجات دي. اللهم بارك، ربنا يحفظها. خالتي هي اللي كانت قالت لي عليها من كام سنه، وبجد من ساعتها وانا ما بقدرش ابدا استغنى عنها، محطوطه في الصبانه بتاعه المطبخ كده على طول. ماشي. تمام كده بقى ببدا ادعك برضو من بره ومن جوه، بس بصراحه بدوس كويس. ليه بقى بدوس كويس؟ علشان تعين لي كل الحروق اللي انا بدل ما اقعد احك بالسكينه الحروق الصغنونه دي او الدهون الصغنونه دي، لا هي بتوديها لي معاها، وهي ما شاء الله اللهم بارك بتخليها زي العسل. برضو هشطفها كده واجي اوريها لك. دي الدعكه الاولى اللي هي يعتبر انا كده لسه هدعك بقى الدعكه بتاعتي بتاعت الاستانلس الحلوه اللي هي هتنعم لي وتعين لي كل الحاجه الموجوده فيها، برضو بنفس الصابونه. وبعد كده بعد ما هدعكها بقى بالبريل او الصابون السائل بس بعد المره دي.
برضو ببري حلو قوي بالصابونه، وببدا امرش حلو قوي قوي قوي، وببرم زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام. بس دوسي بايدك شويه على المواعين. انا عارفه ان في ناس هتقولك ليه وصلت الحله للدرجه دي، وفي ناس تقولك لا ده احنا كنا رميناها، وفي ناس هتقولك ليه وصلتيها لكده، ده انا بدعكها اول باول، كل الحاجات دي. بصوا حبايبي، في ناس ايديها وجعاها، في ناس عندها ظروف، في ناس بتقلي وبتخلص وبتبقى وراها شغل، في ناس بيبقى عندها بيبي صغنن، في ناس بتبقى ليها ظروف، كل واحد وليه ظروف، ما نضمنش برضو ظروف الناس. هو الافضل طبعا ان انا اول ما تتوسخ وافضي منها الزيت ادعكها واروح احطها في المطبخ. تمام. بس في ناس كل واحد ليه ظروفه. المهم خلينا هنا في الموضوع بتاعنا، وتعالوا هنشطفها بقى كده بعد ما دعكناها بالسلكه دي ودي، وهوريها لكم اهي. ما شاء الله اللهم بارك. الحاجات بقى اللي باقيه الصغنونه قوي دي امرها سهل، يعني كل ما ادعك المواعين او كل ما استخدمها امرشها مرشه حلوه بالسلكه اللي هي الاستانلس، والسلكه التانية والصابون القطعه دي اللهم بارك هتروح زي العسل. تمام كده. تمام كده. تعالوا بقى بعد ما نروق الرخامه كده وننضف الدنيا واوريها لكم بقى زي ما جيت وريتها لكم وهي متسخه، اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده نظيفه وحلوه. نضفت معانا، ما اخدتش معانا مننا مجهود كتير ولا حاجه بالنسبه للاتساخات والدهون اللي كانت فيها. طبعا اتمنى منكم تحطوا لايك للفيديو، معلش عشان يترفع وغيرك يستفاد، ولو انت استفدت بمعلومه غيرك يستفاد وانا برضه استفاد زي ما قلت لكم. ودمتم ان شاء الله بخير كده، واشوفكم بخير وصحه وعافيه. اي وصفه انتوا تحتاجوها اكتبوها في التعليقات وانا تحت امركم. تعالوا بقى كده نشوفها قبل التنظيف وبعد التنظيف، نشوف اخبارها عامله ازاي. دي كان شكلها في الاول لو انتوا فاكرين، وده كان شكل الصينيه برضه او الطاسه. اللهم بارك نظفناهم وراحوا زي العسل. شير بقى لاصحابك كده لو عجبك الفيديو، اي كومنت تكتبه لي جزاك الله خير عليه، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم بخير وصحة وسعادة وسلامة في حفظ الرحمن. مع الف سلامة.